لا انتبهي. السلام عليكم. ليلى أحمد علمي، ممثلة. أنا بؤكد على مدنية الدولة وعلى وضع الخريطة وحدودها. ده مهم جدا جدا جدا. وأكيد مصر دولة عربية في القارة الأفريقية، وكمان بتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر. كل ده لازم يتقال. أنا مهم جدا بالنسبة لي كمواطنة مصرية النهاردة عشت فترة طويلة شايفة إن مشاكل البلد دي كلها هي التعليم، ومش بس الاهتمام بالتعليم، ولكن إحنا إزاي بندي المواد للتعليم. السنة اللي فاتت في كتاب 6 ابتدائي كان في أول درس فيه ما معنى كلمة الجماعة، وما كانش فيه ما معنى كلمة الوطن. هل حصل مراجعة للسنة دي في الكتب؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن الكتب اللي بتتقدم للطلبة كلها مواد مكلكعة وصعبة، عايزة طريقة كويسة في الكتابة علشان الطالب يقدر يقراها، بدل ما بياخد دروس خصوصية وبدل ما بيشتري ملزمة بفلوس، والناس عايزة تتعلم بجد. وده أهم حاجة عشان نقدر نحقق الثقافة، وعشان نقدر نحقق الصناعة، وعشان نقدر نحقق كل اللي ثورة 25 يناير و30 يونيو بتتمناه لمصر، لبلدنا. بضم صوتي جدا 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 طبعا للاستاذ اشرف عبد الغفور، لان فعلا احنا مش بنضيع بس حقوق الفنانين والمبدعين، احنا بنضيع حقوق الدوله، لان الفنان والمبدع بيدفع ضرائب، ولان الدوله ممكن هيعود عليها كمان دخل من ان احنا نحتفظ بحقوقنا وناخد حقوقنا من العالم، بدل ما العالم كله بيستفيد كويس جدا ماديا وبالفنان والمبدع المصري. بعتقد كمان ان مهم جدا ان احنا نحدد في دستورنا ما معنى هو الخائن للوطن، وان كمان يكون في حكم سريع عليه. انا نفسي بجد ان احنا نقدر نحقق كل المطالب والمخاوف اللي احنا شفناها وعشناها، انها تحمينا في دستور 2013، وان احنا نقدر نعيش بيه اكتر من قرن. بتمنى ان ده يحصل حقيقي من كل قلبي لكل الشعب المصري.